تخيل معي برد شباط وجندي ماسك باروتو بإيده وعم يرجف مو من البرد، من الموقف. قدامه شيخ من الجبل واقف رغم مرضه، مرفوع الراس وعيونه تحكي تاريخ أمي. هاللحظة صار شي ما بين الخوف والعزة، بين الجهل والمعرفة، بين الماضي والكرامة. هي مو قصة خيالية، هي حكاية فضل الله بيك الأطرش من جبل الباشان، من أرض بني معروف، من قلب السويداء. سنة 1954 كانت سوريا عم تغلي بالاضطرابات. الشيشكلي أرسل جيشه على جبل الباشان ليخمد الحركة الديمقراطية وليعتقل سلطان باشا الأطرش. بس سلطان بحكمته المعهودة ما حب الدم السوري يسفك على ايد السوري، وقرر يطلع من البلد مؤقتا على الأردن. بينما هو غايب بقي بالجبل رجال من نوع نادر، منهم فضل الله بيك الأطرش اللي كان مريض وطريح الفراش. بيوم بارد وصلت الدورية من الجيش على بيت فضل الله، اقتدوه لساحة الدار وعصبوا له عيونه وقالوا له دلنا على مكان سلطان وإلا نطلق النار عليك. والمشهد متوتر، فجأة بتطلع حرمي من البيت وبتصرخ يا أبو إبراهيم. الجنود فكروا انه في مقاتل مختبئ اسمه ابراهيم. ركض الضابط يؤمر جنوده هاتوا لي ابو ابراهيم. فضل الله ضحك والضابط سأله بغضب عم تضحك والموت فوق راسك؟ قال له وبكل هدوء وثبات عم اضحك لان من حقكم تعملوا اللي بدكم اياه، ونحن اللي حررنا سوريا من الاستعمار الفرنسي. صوافر خيولنا وصلت غوط دمشق ورشية وحمص وحماه وحلب، هي مكافأتكم إلنا. رقيب ضحك باستهزاء وقال له انتوا كنتوا تدافعوا عن الأبقار مو عن الوطن، اعطيني اسم ثائر واحد قاتل معكم من الغوطة. هون فضل الله ضحك ورفع راسه لفوق بكل كبرياء وقال له اسمع يا ابني وسجل عندك: مصطفى بيك وصفة، نزيه بيك مؤيد العظم، محمد الأشمر، حسين الخراط، وأحمد السمان وغيرهم كثير قاتلوا معنا كتف بكتف، ودفنا بعض تحت الرصاص، مو فارقة مين من وين، كنا سوريين قبل كل شيء. سكت الرقيب وعيونه دمعت ووقع سلاحه من ايده وركض صوب فضل الله، حضنه وقبل راسه وقال له أحمد السمان بيكون أبي، سامحني يا عم، والله لو قطع عنقي ما راح يمسوك بسوء. هون كشفت الحقيقة إنه الدم السوري ما بيفرق والكرامة ما إلها طائفية. هي مو قصة منسية، هي تذكرة للكل إنه سوريا انبنت بتضحيات أبنائها بكل أطيافها، واللي بحاول يشوه تاريخ بني معروف يقرأ التاريخ منيح، لأن فيه الجواب اليقين إنه بني معروف ما قاتلوا طمع، قاتلوا كرامة.